دلوقتي. ايه اولا اسمه ايه الفيلم؟ هو الفيلم لغايه دلوقتي لسه ما حددنالوش اسم محدد، لان احنا في بدايه ورشه الكتابه. احنا بالمناسبه كمان احنا يعني اما اتكتب الفيلم على الذكاء الاصطناعي احنا هنستعين بناس شباب، هنعمل ورش تدريبيه ليهم ان احنا كمان نعلمهم ازاي يتعلموا من الذكاء الاصطناعي وهم اللي يطوروه، بحيث ان هم اللي يبقوا كاتبين ما يبقاش الذكاء الاصطناعي. ممكن اكون واحده من التلامذه معاهم اذا طبعا سمحت؟ حضرتك تنورينا طبعا. انا بروح بعمل كورسات في كل حاجه، اوعى تفتكر انه لاني كبيره في السن يعني. لا ازاي يعني جميله طبعا. ولا الهوا ارجع تاني اتعلم. لا طبعا شيء بديع. انا بهنيك، فرحانه جدا، فخوره بتجربتك. خالد مهران اسم لازم يتحفظ، مخرج كبير مصري داخل في مجال جديد ان شاء الله فيلمك يعني يلقى الاقبال. في ممثلين وممثلات حاليا، المرحله الاولى مش مستغني عن الممثلين. مش مستغني عنهم، لا ده كمان انا بطور لهم كمان شغلهم. يعني انا اقدر كمان اتحكم في احساس الممثل، ان انا بلبسه ساعه الله بقدر اقول له ارجوك مفيش دور. لا عايزه دور. لا أكيد إن شاء الله. ايه ده تحط تركب ساعه وتقول لي بعد سنتين كان ركور احساسك كده روحي عيديه اعرف اعيده. لا يا سلام. فين هو بدل ما افرجك على المونيتور افرجك الساعه تديكي الصوره اللي كنت حضرتك فيها قبلها. ما شاء الله. كانت حلقه النهارده غير عاديه، من فلسطين الغاليه علينا الى السفير الى الاصوات الجاده إلى ختامها مسك. خالد مهران، حلقة استثنائية. دايما الحدث اليوم معاكم في حلقات متميزة. أشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله.